خلصت الاضاءه بتاعتي، ظبطت الساتوريشن، عبيت الصوره بتاعتي لون، الصوره بتاعتي بدات تحيا. بعد كده وقفت قدام الصوره بخطط هو انا الصوره دي ايه اقرب قاعده هتمشي معاها. لقيت ان ايه والله انا شايف ان في اورنج وفي لون اخضر وفي ازرق، ده هي مرسومه سبليت كومبلمنتري على المسطره. طب انا محتاج ايه؟ والله انا ممكن احنتف شويه، رحت جيت ايه مغير مثلا في الاخضر شويه، مغير في الاصفر شويه، اللي هو ايه سنه يمين سنه شمال كده، حاجه ذوقيه انا بحبها كده. تمام. بعد كده طالما خلصت مرحله الهيو دي، كده مرحله الهيو ببدا اشتغل على مرحله الساتوريشن. ما ينفعش يا جماعه يكون في ساتوريشن عالي اعلى من الكلاينت اللي انا عايز عيني تقع عليه. يعني في ناس بتبقى عامله الاخضر كده بص اوفر، هو مزود ساتوريشن. طب ما انا يا معلم انا اول ما فتحت الصوره عيني وجعتني، عيني وقعت على الصوره كلها. انت كده ما بتعملش ديبس، لازم يكون في كثافه في الالوان. الكواليتي بقى بيجي من هنا. الناس فاكره ان هو في زرار بدوس عليه انا عملت كواليتي، لا، الكواليتي ده ستيب صغيره فوق ستيب صغيره فوق ستيب صغيره بتعمل كواليتي. فبسم الله احنا ظبطناها في الاضاءه، ظبطناها في الساتوريشن، ظبطناها في ان انا ظبطت الالوان، هظبطها اهو في ان انا ببدا ان انا دلوقتي انت شايفني اهو، فلازم ابقى انا اكتر حاجه نور عالي واكتر حاجه ساتوريشن عالي، واللي ورا بيبقى اضاءته هاديه الساتوريشن بتاعه اهدى، عشان انت لما تيجي تتفرج على الفيديو عينك تقع معايا انا. فانا هعمل كده في الصور، هروح جاي رايح مقلل الاخضر ومقلل الايه الاصفر كده. طيب هقلل يا هشام لحد فين؟ في ناس بالذات لما بيكون عايز يقلد بريسيتس بتاعه الاجانب بيعمل ايه؟ بيروح جاي مقلل الاخضر كده والاصفر كده، يقول لك انا عايز اعمل تون وعايز اعمل مود وبتاع. طيب لو دخلنا على جوجل وشفنا اللون الاخضر ده بيعمل ايه في نفسيه البني ادم، اللون الاخضر ده من الالوان الطبيعيه اللي البني ادم لما بيتفرج عليها بيحس باسترخاء، بيحس براحه نفسيه. ودي صوره ويدنج، يعني صوره اتنين بيتجوزوا بيحبوا بعض. فما ينفعش ان انا لون زي ده بيديني طابع نفسي كويس ان انا اموته واسحبه. انا كده شفت الصوره، انا خلاص انا كده اكتئبت، انا كده شفت الصوره اتضايقت. طب ليه؟ فانت خلي بالك ان انت الالوان دي بتعمل طابع نفسي قوي جدا على اللي بيتفرج عليها. فوانت قاعد بتلون الصوره بتاعتك انت عايز اللي بيتفرج على الصوره بتاعتك يحس بايه؟ عايزه مرتاح، بيضحك، مبسوط، عايزه متضايق، عايزه مش عارف غضبان. فبجد الالوان دي بتوصل احساس جامد قوي، خلي بالك منها. فانا هعمل ايه؟ انا هقلل الساتوريشن بحيث ان انا العين ما تقعش عليه، بس مش هموته. هزود الاصفر والاخضر شويه اهو بالشكل ده كده، وانا اوريدي زودت الساتوريشن. هل في الوان تانية عايز اعدل عليها؟ لو ركزت كده معايا 5، تعالى بس كده قرب بص، القميص فيه لون ازرق، هتعمل ايه بقى؟ تروح جاي رايح عند اللون الازرق ده اهو، تروح جاي سحبه كده. طيب ايه اللي حصل؟ لون السما باظ، صح. هيبقى هنعمل ايه؟ هنرجع الازرق زي ما كان، هو هسيب السما الزرقاء دي زي ما هي. طب وهشام والقميص سيبني بقى لما ننتقل لمرحله الماسكات هقول لك بقى تعالج القميص ده ازاي. بس خليك فاكر ان لو حصل وكان عندك الصوره فيها ازرق وما صدفتش ان في سما ورا، تعالى عند السوليوشن بتاع الازرق واسحب وطلع البدله معاك سودا. تمام. كده احنا خلصنا مرحله او اول مرحله في التلوين، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم كده انا ببدا ان انا اودي الصوره ناحيه الكلر جريدنج اللي انا عايز اعمله. اللي هو انا شفت الصوره في الوان بايظه، انا عدلت الهيو، ظبطت الساتوريشن، يلا بينا انا بقى ايه، انا قاعد ببني صوره محترمه عشان خاطر لما اجي بقى ايه افنش الصوره واعمل تون، انا معايا ارضيه محترمه، معايا ارضيه نظيفه بتخليني ان انا لما اجي بقى انا خلاص انا خلصت الثوابت صح، قاعد بقى انا برتجل هنا معايا صوره مظبوطه تطلع معايا في الاخر نتيجه كويسه. كده احنا خلصنا مرحله او اول مرحله في التلوين، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم كده انا ببدا ان انا اودي الصوره ناحيه الكلر جريدنج اللي انا عايز اعمله. اللي هو انا شفت الصوره في الوان بايظه، انا عدلت الهيو، ظبطت الساتوريشن، يلا بينا انا بقى ايه، انا قاعد ببني صوره محترمه عشان خاطر لما اجي بقى ايه افنش الصوره واعمل تون، انا معايا ارضيه محترمه، معايا ارضيه نظيفه بتخليني ان انا لما اجي بقى انا خلاص انا خلصت الثوابت صح، قاعد بقى انا برتجل هنا معايا صوره مظبوطه تطلع معايا في الاخر نتيجه كويسه.